السلام عليكم، صباح الخير البنات. ان شاء الله تكونوا بخير بصحه جيده ومهنيين يا ربي الكريم. مرحبا بكم في قناه لا بلونش جزائريه مقيمه بفرنسا. نرحب ان شاء الله بكل مشتركين وكل مشاهدين اللي يشاهدوا في هذا الفيديو معنا اليوم ان شاء الله يا البنات معنا وصفه صيفيه خفيفه غير مكلفه سهله التحضير، يعني هايله. هي عجه بالمرقاز ولا نقولوا لها المرقاز اون صوص. المهم الاهم من هذا الشيء هي وصفه بنينه بزاف. يلا ما نطولش عليكم بزاف، يلا مع بعض نشوفوا مقادير الوصفه وطريقه التحضير مع بعض. يلا معنا نبداو على بركه الله في المكونات تاع الوصفه، يعني سهله ما فيهاش حاجه. عندنا المرقاز هنايا على حسب افراد العائله. انا هنايا عندي 8 حبات مرقاز وحنا 4، يعني تقريبا كل واحد يدير 2 مرقازات، يعني ما نكلفوش على روحنا بزاف. عندنا الزيت، واحد 4 معالق تاع الزيت. انا ندير 3 معالق ونشوف على حسب النوعيه تاع المرقاز. كي نقليوه نشوفوا ابوبري باسكو هذيك لاصوص هي اللي حنطيبوا فيها. اذا كانت لقنا بزاف الزيت 3 ملاعق يكفونا. الا كان لا مليح ما فيش بزاف شحال ميكو باسكو ما عرفناش كيفاش يخدموه، حنزيدوا شويه زيت ومن بعد نقول لكم كيفاش شحال زدت الزيت ولا سي بون. عندنا هنايا حبيبه تاع الطوماطيش مسكرفته. هنايا يا البنات عندنا الثوم، الملح، فلفل كحل، شويه عكري، شويه راس الحانوت، وطماطم مصبره. البنات انا العجه نديرها غير بالثوم، كاين ناس ديرها البصل، كل واحد يطيبها بطريقته. على كل حال هذه الطريقه ديالي وكل واحد فوالا يدير الطريقه اللي تساعدو. وعندنا البيض بيان سور ماشي حبه باقي خلاص. دي الصراحه البيض حتى يجيب لي الزوج تاعي من بعدا ونقول لكم ندير حبايبي 4 حبات بيض نعقد بها. هذا ما كان. نبداو على بركه الله في طريقه التحضير. هنا كما راكم تشوفوا يا البنات كنت قسمت المرقاس كامل كل حبه على 3 باش يعطينا كميه مليحه يجينا زاكي ويجينا سهل للاكل. وكنت حطيت هنايا في المقله 3 مغارف تاع الزيت اللي قلت لكم والمرقاس ونخلوه على نار فوق المتوسط طيب نص طياب فقط. هاوديك يا البنات هنا بعد ما طبنا نص طياب نحوه هكذايا بالعقل ونحطوه في طبسي. شوفوا البنات هاد لاصوص اللي تخرج من المرقاز هي السر البنه تاع العجه تاعنا. فوالا وطلق كامل واش كاين لي زيبيس ديالو وفوالا والزيت ديالو هي السر تاع البنه تاع العجه تاعنا. نحوه كامل ونحطوه في طبسي ونكمل معكم الوصفه. شوفوا يا البنات هنا كميه الزيت اللي خلاها المرقاز. راكم تشوفوا الزيت بيان سور شويه لنا ديالو لاصوص تاعو هذه بنينه. تماني نشوف هنا بلي الزيت يكفي. هادو 3 مغارف اللي درناهم يكفيو، ما نزيدوش عليهم، ما تجيناش ثاني تقهان فوق اللازم. فوالا واش نروحو نديرو هنايا نروحو نحطو عليها حبه تاع الطوماطيش هكا ما كان، نخلوها تقلى شويه على نار هاديه. من بعد نحطو باقي المكونات نحطو عليها ونخلوها على نار هاديه. هاي لك يا البنات بعد ما تقلات لنا شويه الطوماطيش هذيك اللي طرحها نزيدو شويه طماطيش المصبره. هذه الطماطم المصبره باش تقلى لنا شويه في الزيت. ونزيدو الثوم ونزيدو هذوك لي زيبيس، الملح اللي قلنا، فلفل الكحل، راس الحانوت وشويه عكري. هذا ما كان نخلو كلشي يتقلى مع بعض. البنات كاين حاجه برك هنا اللي يحب الحار يدير الحار باسكو صراحه تجيب لينا بالحار، فهمتوا. انا ما نزيدش الحار لان ولادي صغار ما ياكلوهوليش دونك فوالا الله غالب. نديرو بجهه هكذا راني خلطت بيان. هاي ليك نخلوها تتقلى على نار هاديه ترونكيل ونعاودو نولولوها يا البنات. هاي ليك يا البنات بعد ما تقلاو لنا المكونات كامل الثوم وكاع نمرقوا شويه. هذا ما سخون البنات فوالا هكذا هكا يكفيها. ما نمرقوش بزاف البنات. هاي ليك ما نمرقوش بزاف، نخلوها نار هاديه يطيب لنا الثوم ومن بعد كي تلحق نص طياب نعاودو نرمو فيها المرقاس ونشوفوها مع بعض. هذيك يا البنات بعد ما الثوم تخلو شويه طياب نحكموا هذاك المرقاس كان طايب نص طياب باش يعاود يكمل الطياب ديالو في لاصوص هكذا كما راكم تشوفوا. فوالا نغطوا عليه يا البنات ونخلوه توجور العجه مليح طيب على النار هاديه ماشي طايه قويه بزاف داكوغ باش ما نمرقوهاش بزاف وتقعد البنه تاع المرقاز هذا لداخل. هاكديك كي تشرب وتتجمر لنا المرقه نزيدوا لها البيض داكوغ نخلوها طيب العقل معكم نشوفوها. هاي ليك يا البنات بعد ما طابنا المرقاز ولا صوص تحسوها باللي اختارت نبداو نزيدو في البيض حبه بحبه. وشنو يا بنات ما تفقسوش البيض، نصيحه ما تفقسوش داخل المقله ديريكتومون، فقسوه في طبسي وحطوه لداخل، فقسوه وحطوه لداخل كومسا الا كانت حبه خاسره ولا ما يتفسد لكمش كامل العجه ديالكم.
هكذا ونفقسو كامل الحبات تاع البيض. كيما انا استعملت 4 حبات بيض يعني على حسب عدد افراد العائله، حنا 4 يعني درت حبيبات تاع البيض 4. الله يبارك يعني تجي زاكيه بالبزاف وتشبع، تجي هايله. فوالا كيما راكم تشوفوا في لا فيديو. فوالا يا البنات، من بعد واش نديرو نغطو عليها ونخلو داك البيض حوالي دقيقه ماكسيموم دقيقتين ونطفو عليه. بعد مرور دقيقه يا البنات نحلوه بعد ما يكون كلش طاب ونديرو عليه معدنوس. اللمسه الاخيره يا سلام على هذيك البنه. فوالا ونعاودو نغطوه يا البنات ونخلوه حتى نجيو ناكلو ونسربيوه مع بعض. هاي لك يا البنات بعد ما طاب دوك نروحو نسربيوه مع بعض. ملاحظه فقط يا البنات، انا خليت البيض طاب دقيقه، نحبوه طايب والداخل الصفر تاعو مازال شويه شاد روحو. فوالا دونك شمت الوق نتوما البيض تاعكم طيبوه على حسب الذوق تاعكم. اللي يحب البيض يطيب اكثر يطيبوا دقيقتين ولا 3، بصح نصيحه يعني دقيقه واحده تكفيه، يجي هذاك هو سوا الطياب ديالو، ماشي مليح يجي طايب بزاف. فوالا هاي لك البنات، من بعد كنسربيوه في طبق التقديم ان شاء الله ونشوفوه مع بعض. فوالا هاولك الطبق يا البنات تاعنا راه واجد، وما نقدروش نديروا العجه وما نديروش معاها المطلوع، ما تجيش العجه بلا تغماس. فوالا هاي ليك يا البنات المطلوع حضرته معاها. ما قعد لي غير نقول لكم يا البنات صحه فطوركم ولا صحه عشاكم. واذا عجبتكم لا فيديو ديروا لنا ابوني وديروا لايك وان شاء الله شجعونا بكومونتير شباب. هذا واش قعد لي نقول لكم يا البنات، شهيتكم في الجنه ان شاء الله يا منعاش. سلام.